السلام عليكم. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة. قصة حصرية مش تسمعوها غير من تيتا المرعبة. قبل ما نبدأ الفيديو وقصة النهاردة إن شاء الله، بعتذر عن الفترة اللي منزلتش فيها فيديوهات، وبوعدكم بعودة قوية فيها الرعب اللي مش هتسمعوه غير من تيتا وبس. نبدأ قصتنا، نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله، وبتمنى منكم الاشتراك في القناة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب وحصري مع تيتا المرعبة. القصة دي حصلت في الريف المصري في محافظة الشرقية في فترة التمانينات، في أول التمانينات. زي ما بيحصل في الريف المصري في كل محافظات مصر، السيدات أغلبيتها بتساعد أزواجها في العمل بتاعهم، لأن أغلبية الأرياف اشتغلوا في الفلاحة وفي بعض المهن اليدوية اللي بترتبط برضو بالفلاحة، بحاجات بيعملوها من النباتات، بيستخرجوا طبعا، بيعملوا أقفاص، بيعملوا مثلا المشنات اللي بتحط فيها العيش، بيعملوا الحصر، بيعملوا الحاجات دي. ده كله السيدات كانت بتساعد أزواجها فيه. في الفترة دي أغلبية السيدات بتشتغل بعد الفجر، يعني هي بتقوم بعد الفجر عشان تلقى وقت تشتغل فيه، بحيث ان هي بمجرد ما الساعة تيجي 8 تروح على بيتها عشان تجهز الفطار وتجهز الغدا والغسيل والحاجات دي. كانت بتخصص الوقت اللي بعد الفجر للشغل لمساعدة الزوج. طبعا الفترة دي كان يدوب لسه القرية دي النور داخل فيها، وما كانتش الدنيا عمار زي دلوقتي. كان يعني يدوب بين كل 10 بيوت تلاقي بيت قدامه لمبة، ما كانش فيه عواميد إنارة طبعا زي ما هو موجود دلوقتي. وأغلبية البيوت كانت متطرفة، البيوت مش كانت لازقة في بعض زي دلوقتي، لا، يعني بين كل بيت وبيت ممكن مثلا تلاقي حوالي 20 متر، وكمان تلاقي حوش كبير. يعني الدنيا كانت واسعة وما كانتش عمار زي دلوقتي. فكانوا السيدات هي 2 سيدات، قصة النهاردة 2 سيدات. السيدات دول كانوا بيقوموا بعد الفجر يروحوا هما الاتنين يشتغلوا في منطقة معينة. المنطقة دي كانت بعيدة شوية عن بيوتهم، يعني بتبعد حوالي 40 متر، وكانت فيها الأدوات اللي هما بيستخدموها عشان الحرفة اليدوية اللي هما بيشتغلوا فيها. كان فيها كل حاجة هما بيستخدموها وكانوا بيحطوها في المكان ده. وكانت طبعا الدنيا أمان، لأن الحاجات الوسائل اللي هما بيستخدموها محدش أصلا يطمع فيها، يعني ممكن عيل يروح يلعب بيها أو حاجة، لكن مفيش حرامي هيسرقها ولا حد هياخدها ولا يبوظها حتى. فهم دايما كانوا متعودين يسمعوا أذان الفجر ويقوموا عشان يقوموا يتوضوا ويصلوا ويروحوا للمكان ده يشتغلوا فيه زي العادة اللي بقى لهم سنين عليها، لدرجة إن أزواجهم لما ماتوا أولادهم كانوا باخدوا الحرفة دي ويشتغلوها، وهم كانوا يساعدوا أولادهم برضو. والسيدتين اللي معانا في القصة دي أنا هختار لهم أسامي، طبعا سيدة النوال والسيدة رفيدة. السيدة دي أنا مغيرة في الأسامي لأن القصة دي حقيقية، وكمان حصلت من يعني اللي حكاهالي قرايب السيدة اللي حصلت ليها القصة المرعبة اللي محدش يتخيلها. محدش يتخيل مدى الرعب اللي في القصة دي يا جماعة، لأن دي القصة دي الجن اتجسد فيها لواحدة وراح خبط عليها لباب بيتها واستدرجها لمكان مرعب. أيوة القصة دي كده. أذان الفجر كان بيدن، هما بيقوموا يروحوا يعدوا على بعض ويروحوا المكان ده. في اليوم ده السيدة، طبعا هنقول عليها السيدة نوال، روحت يعني قامت على خبط الباب بيخبط. ايه ده؟ ازاي الباب بيخبط؟ هو انا ما قمتش للفجر؟ مع ان هي بتحكي ان هي كانت دايما اول يعني عينيها بتفتح على اذان الفجر على طول، يعني منبه رباني تعود من سنين. اول ما عينيها تفتح كده تلاقي الفجر بيقول الله اكبر لوحدها، اتعودت عليها. عينيها كانت منبه وقلبها كان منبه لاذان الفجر. في اليوم ده قامت على الخبط، قالت ايه ده؟ هو الفجر أذن؟ مين اللي بيخبط على الباب؟ فردت عليها نقول السيدة رفيدة، ردت عليها قالت لها أنا يا نوال، قومي يلا. قالت لها ايه ده؟ هو الفجر أذن؟ قالت لها ايوه يلا افتحي الباب وتعالي. قالت لها طيب انا هفتح لك اهو، بس هتوضى
وهصلي بسم الله. ولسه بتنزل من على السرير. وطبعا يعني البيت كان عبارة عن أوضة، يعني هي أوضة فيها حتة بابور كده صغير للطبيخ، وفيها سرير وزير. هو ده البيت. والحمام كان بيبقى ورا البيت، يعني الباب مش يبعد عن السرير بتاع 5 متر. بتقول راحت عشان تفتح الباب ملقتهاش. ايه ده؟ هي مشيت بسرعة. هي اتضايقت عشان انا راحت عليا نومة مش مستنياني يعني 5 دقايق. طيب براحتها. وقفلت السيدة الباب ودخلت جوه، اتوضت وصلت الفجر، وراحت فضلت ماشية لغاية ما وصلت المكان اللي بيشتغلوا فيه. ولقت فعلا السيدة اللي هي بتشتغل معاها، السيدة رفايدة دي، قاعدة. طبعا الإضاءة المكان ده مكان واسع، يعني مكان خلا فيه الحاجات اللي بيشتغلوا فيها يدويا والحاجات دي. وكان أقرب نور جايلهم من بيت يبعد حوالي 40 متر عن المكان ده، يعني النور كان خافت وضعيف. لكن هي بتحكي بتقول وانا ماشية احنا كنا بنصلي الفجر ونقوم نلاقي في الريف المصري اول ما الفجر يدن تلاقي الرجل دبت، الدنيا بقت عمار. بتقول انا لقيت انا ماشية، لأ الدنيا ضلمة، مش ريحة الفجر، مش نسمة الفجر، مش هوا الفجر، ولا النفس الحلو بتاع الفجر. بتقول أنا كنت بمشي وبخرج ألاقي العربيات مقابلاني، ألاقي الناس لا مؤاخذة بالدواب بتاعتها، اللي أخد البهايم بتاعته يوديها لغاية، اللي راكب حماره، البنات اللي كانوا بيشتغلوا في القطن في المصانع في الحاجات دي كانوا بيبقوا ماشيين، وبيبقوا ماشيين جماعات رايحين، يعني مجموعات كده رايحين كل واحد رايح لمصالحه. بتقول لأ الدنيا هس. انا استغربت قلت يمكن احنا عشان في دخلة الشتاء فالجو بدأ يبرد فالناس مكسلة. وراحت ولقت جارتها دي قاعدة. طبعا هي ست كبيرة وشايفة خيال، يعني واحدة كده حاجة سودة قاعدة. قالت هي قعدت بتقول انا بكلمها بس حاسة بحاجة غريبة، مش بتاخد وبتدي معايا في الكلام. ردها عليا كله زي ما يكون بتزوم. كل ما اقولها حاجة تقولي بتقول انا اتضايقت، قلت يمكن في حاجة منكدة عليها ولا حاجة مزعليها، يمكن مرات ابنها مضايقاها ولا حاجة. بتقول وعمالة افتح معاها واتكلم معاها ومفيش فايدة، قاعدة زي الصنم. دي كمان ما بتشتغلش، ما بتحركش حاجة، ما بتشيلش حاجة، ما بتحركش حاجة بإيديها وبتشتغل زي ما أنا بعمل. قلت يمكن زعلانة من حاجة. فضلت أتكلم وأحكي وأنا عملت وفلانة وعلانة، عشان بعد حوالي تلت ساعة تتفاجئ إن قرآن الفجر اشتغل في الجامع. هنا قالت ايه ده، ايه ده يا رفايدة، يا رفايدة قرآن الفجر بدأ. وبتبص ما لقتش حد، ما لقتش حد، ما لقتش السيدة اللي معاها. الست اللي كانت قاعدة معاها اختفت. الست اللي جت خبطت عليها وخرجتها من بيتها وقالت لها يلا قومي اختفت، ما عادتش موجودة. هنا بتحكي بتقول أنا في اللحظة دي، وهي احنا بنتكلم على ست كبيرة يعني في فترة في السبعينيات من عمرها وما بتمشي بالعافية وحركتها بطيئة. بتقول أنا قمت نطيت من مكاني وقعدت تصرخ لدرجة إن أول بيت في المكان ده صحابه قاموا على صريخها، كان صريخ باستغاثة، الحقوني الحقوني يا ناس، الحقوني جنية. طبعا في الوقت ده الناس فتحوا، صاحب البيت فتح وهي جاية تجري عليهم جري، لأن برضو جريتها على قدها، فكان في متسع إن الناس يقابلوها. وفعلا أخدوها ودخلوها بيتهم وقعدوا يسموا عليها ويشربوها مية. حكت لهم على اللي حصل. فالراجل جه قال لها وليه يا ستي تخرجي في وقت زي ده، ما كنت تستنى اما الفجر يشقشق والنور يملى وكنت تخرجي. قالت والله احنا اخدين على كده وانت تايه عني يا ابو محمد، ده انا بشتغل من قبل ما انت تتجوز وتخلف، وانا بشتغل في المكان ده انا وهي وبنروح فيه.
طبعا الست كانت مرعوبة وبتترعش وعمالة تعيط وعمالة تصرخ ومش قادرة تتحرك من مكانها، لدرجة ان هي زي ما هي وقعت قدام البيت. طبعا قرآن الفجر كان شغال، الراجل صلى الفجر في البيت لان الست كانت مرعوبة وكلهم كانوا قاعدين حواليها، عشان يتفاجئوا ان بعد الفجر بحوالي 5 دقايق ان الست جارتها اللي بتعدي عليها دايما لسه جاية يدوب من على اول باب الشارع وجاية عشان تروح على بيتها تخبط عليها. طبعا الراجل ده راح قابلها وحكى لها اللي حصل. الست اترعبت برضو، قال لها تعالي، قال لهم يا جماعة خلاص دي رسالة ليكو، محدش فيكو يطلع من بيته غير بعد اذان الفجر لما الدنيا تنور والدنيا تتملي نور. الستات دول بعد الحادثة دي ما بقوش يخرجوا بعد الفجر، لا ده ما بقوش يخرجوا ولا يروحوا المكان ده خالص. المكان ده اتشبه في القرية كلها لان دي قرية وكل الناس بتعرف اللي بيحصل فيها. الناس بقت بتترعب من المكان ده لان دي مش حاجة بسيطة ولا هينة لما حد يجيلك على باب بيتك يخبط عليك ويقولك تعالى انا عايزك يلا، ولما تروح للمكان ده تلاقيه اختفى. القصة دي حقيقية، القصة دي حصلت بالفعل واتحكت لي من أصحابها، هما اللي حكوها. القصة دي في 2 سيدات بسيطات جدا في الريف المصري عاشوا الرعب اللي محدش يتخيله ده. يا رب القصة تكون عجبتكم، بتمنى منكم الاشتراك في القناة ودعم القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. ان شاء الله استنونا في قصص تانية لسلسلة رعب قبل الفجرية. هناخد الفترة دي كلها، الفيديوهات اللي جاية كلها رعب لقصص حصلت قبل وقت الفجر، واغلبيتها في الريف المصري اللي كان الوقت ده مرتبط بان الناس تشوف اعمالها ومصالحها. لكن في الريف المصري الناس الغلابة كانت بتشوف حاجات، مش كانت بتشوف مصالحها بس، لا دي كانت بتشوف رعب محدش يتخيله. استنونا في قصص تانية مرعبة وعجيبة وغريبة من حكاوي تيتا المرعبة. وما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد مرعب وغريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.